السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. شهدت العديد من ولايات الوسط والشرق الجزائري خلال الأيام الأخيرة تساقطا كثيف للثلوج، حيث بلغ سمكها في كل من ولايات زيوز والبويرة حوالي 150 سنتيمتر، ما تسبب في صعوبات كبيرة في حركة التنقل. وفي هذا السياق بشرت السلطات المحلية عملية ميدانية مكثفة لفتح الطرقات وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 30 والرابط بين تيزي وزو والبويرة، وتسخر الجهة المعنية كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان التدخل السريع ورفع العوائق الناتجة عن تراكم الثلوج. كما تعمل فرق الحماية المدنية والأشغال العمومية بشكل متواصل لتأمين سلامة المواطنين ومرافقة مستعملي الطريق، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من الجميع.